السلام عليكم متابعين ديالي الكرام، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم نبداو ان شاء الله نحضروا المعسله ديال رمضان ان شاء الله. غادي نبداو ان شاء الله بالحلوه ديال نصال الطير، نصال العصفور او نصال الطير كتجي الصراحه زوينه وكنستعملوها مكتخطرناش في رمضان دائما ان شاء الله. نبداو على بركه الله. عندنا بالنسبه للمقادير ديالها كنحتاجوا عندنا الماء كديروا على حساب الخليط. عندنا كيلو تاع الدقيق. غادي نستعمل 10 غرام ديال خميره الحلويات. عندي نص كاس ديال ماء الزهر نسمو به. عندي زيت جلان، واحد نص كاس ديال جلان اللي طحنته مزيان على الشكل هذا حتى كيولي يطحن مزيان ما كيبقاوش فيه دوك الحبيبات. عندي واحد المكعب ديال الزعفران، واحد القبيصه ديال الملح، معلقه صغيره ديال القرفه. عندي بيضه، كذلك نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزبده اللي ذوبتها. الماء يكون عندنا اللي كنجيبو به العجين يكون عندنا دافئ. نبداو على بركه الله. كناخذ داك الدقيق هو الاول في القصريه عندنا. كنديروا فوقهم النواشف هما الاولين، كنضيفوا داك الزيت جلان، كنضيفوا القرفه، ضروري هاد النواشف يكونوا مطحونين مزيان. شويه ديال الملح، غادي ندير ديك الدويمه ديال الزعفران، هذا غير اللون ماشي مشكل باش يعطينا داك اللون زوين. ما بغيتوش ديروه تستغناو عليه ماشي مشكل، كتستغناو عليه. كما كنعرفوا هاد الحلوه دي ما فيهاش مقادير كثيره وكتجي بنينه وزوينه. كندير ديك البيضه، راه كديروا الكميه اللي بغيتو ديال الدقيق وكتبقاو ماشي ضروري ديروا كيلو. ضفنا الزيت، غادي نضيفوا الزبده كذلك. نضيفوا الزبده، كنسمو بماء الزهر ويكتفى غير بالقرفه، راه يدير القرفه بوحدها. الصراحه ماء الزهر تيعطي واحد النسمه زوينه. كنخلطو مزيان، عاد نبداو نضيفو الماء نجمعو به العجين ديالنا. صافي كنبقاو نضيفو الماء دافئ حتى كنجمعو العجين. ما تكونش قاصحه ما ديرش الشبكيه وما تكونش رطبه بزاف، تكون بين وبين. العجين غير نجمعوها بلا ما نحتاجو نتلكوها، غير نجمعوها مزيان باش نخليوها ترتاح وراه غادي ترطب راسها. محتاجوش ندلكوها، غير كنجيبو نحاولو نجمعو داك الدقيق معاها مزيان، نديروها نجيبوها شويه وصافي.